السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو جديد وصفه جديده. كما كتشوفوا اليوم صيفط معكم واحد الكيكه تقريبا تقولوا عاديه، ولكن بواحد الطريقه جديده، او لا واحد الطريقه سبيسيال اللي كتخلي الكيك ديالنا يجي رطب وزوين. فالا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي، ما تنساش تدخلي تشتركي في القناه وتوركي على زر الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. فيلا نبداو الفيديو ديالنا. هنا المقادير كيكونوا في كل دار، ما فيش شي حاجه اللي ما كايناش في شي دار. عندي 3 البيضات، كاس مع عمر ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، داك الكاس اللي عبرت به السنيده باش غنعبر الزيت. كنحي كان ندير البيض مع الصفر، يعني كنفرقهم، كندير بيض البيض في واحد البول والصفر كنديرو في واحد البول. وغنبدا نطلع في البيض هو الاول، نطلعو نحطو عاد نخدم الكيك ديالي. بالنسبه لبيض البيض باش يطلع لكم مزيان البنات، يعني يطلع لكم دغيا وما يخسرش لكم، فما ديروش ليه السكر في الاول حتى كيبدا يدير لك شكوشه، فهمتوا؟ حتى كيبدا يطلع عاد ديروا شويه السكر، لان الا كثرتوا السكر ما كيطلعش، يعني صافي كيتعسل وكيبقى ما كيطلعش. تاني حاجه انكم تخرجوا البيض من الثلاجه، يكون بحراره المطبخ، ما يكونش بارد، تخليوه شويه دافي وعاد تخدموا به. هاد جوج طرق هما اللي جربت صراحه، والخصوصيه الاولى بزاف هي السكر. صافي هانتوما بعد ما طلع راه دغيا فرمشة عين طلع، يعني انا كنزيد شويه ديال السكر فقط، فهمتوني؟ صافي كنبقى حتى كيطلع ليا البيض ديالو، كنحطو على جنب ونخدم الكيك الاخر. اولا الخليط الاخر، بالنسبه للخليط ديال صفة البيض غندير مع السكر اللي شاط ليا. بالنسبه للبيض درت معاه تقريبا ربع ديال داك السكر اللي عندي، ربع ديال كاس السكر، يعني غير شويه ما درتوش بزاف. وصافي هنايا نخلط الصفر مع السنيده. هنا ماشي بالضروري يطلع لينا الصفر، عادي غير يتخلط مزيان تذوب السنيده. ونبقى نزيد الزيت شويه بشويه، ما تكثروش الزيت للكيك ديالكم باش ما يجيكمش ميدم ولا يجيكم مزيت. وصافي ونبقى كنخلط حتى كيذوب ليا السكر وتجانسوا ليا العناصر، عاد نبدا نزيد المكونات الاخرين. عندي هنايا كاس ديال الحليب اللي درت فيه 2 المعالق ديال الخل حتى طريب ليا. فهمتوا فاش كديروا الخل في الحليب راه كيطريب، كيطلعوا دوك كيطريب وصافي. راه الا درتو اصلا راه تعرف اش كنقول لكم. وصافي وكنبقى نزيد الحليب شويه بشويه، وانا كنخلط مستمره في التخليط. وهنا غنحيد هذا ديال الكهربائي، الطراب الكهربائي، وغندير الطراب اليدوي. غنزيد هنايا 2 معالق كبار ديال الجبن. بالنسبه للماركه ديال الجبن اللي درت هذا، ممكن ديروا اي جبن عندكم. انا هذا باش كنخدم بزاف الصراحه كيعجبني، بنين، وعاد كيعطي واحد المذاق واعر في الكيكات. جربوه حيت فريمون كيجي خطير. كنبقى كنخلط داك الجبن حتى يذوب ليا مع داك الخليط، يعني كيتجانسوا ليا الخليط. وغنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق عبرت بالكاس باش عبرت المكونات كاملين، نعبر به حتى الدقيق. هنا تقريبا هزت ليا شي 3 الكيسان وشويه، عرفتوا لحقاش البيض كبير.
وانا كنخلط مزيان البنات. هنا خصكم تخلطوا مزيان باش ما تكونش لكم الحبيبات في الخليط ديالكم. هانتوما راه كنخلط مزيان هنا البنات. هانتوما باقا خاصو ليا غير شويه، تقريبا درت نقولوا 2 كيسان وشويه، ماشي 3 كيسان عفوا، 2 كيسان وواحد نصيص، 2 كيسان ونص. وغنخلط يعني تنشوف الخليط. هنا خص يكون الخليط شي شويه ثقيل باش كنجريوه بداك بياض ديال البيض اللي عندنا. راه ديجا عندنا واحد الخليط ديال بياض البيض غنجريوه به. نديرو الخميره ديال الحلوى 2 ساشيات. انا هنايا عندي ديال العبار، يعني كنشري ديك الكبيره، كندير 2 معالق حتى 3 معالق صغار، ما عمرنيش بزاف. بالنسبه لا درت 2 معالق كبار، 2 معالق صغار عامرين بزاف، ما كنزيدش الثالثه. وصافي كنخلط الخليط ديالي باش ما يكونوش فيه حتى شي كويرات. وكنسوس هاد الطراب هذا باش كنجيب معلقه ديال الخشب، هي اللي هي باش غنخدمو بياض البيض ديالنا مع هاد الخليط، يعني فاش ندخلوه. وكنبقاو نزيدو شويه من الخليط ديال البيض على الكيك ديالنا. وانا كنطلع من التحت للفوق، من التحت للفوق. وياكم ديروا شي حركه هكا ولا هكا لحقاش كيطيح داك البيض، داك بيض البيض. نتوما شفتوا من التحت للفوق، من التحت للفوق. هنا راه مسرعه الفيديو غير بشويه، انا راه كنديرها بشويه، مسرعه لكم الفيديو نتوما باش ما يجيكمش ممل ولا يجيكم طويل. كنبقى شويه بشويه حتى كيدخل ليا داك البيض كامل في الخليط. في هاد الاثناء يكون الفران كيسخن، انا دايره كيسخن، وانا كندخل هاد البيض في الكيك ديالي. هانتوما بعد ما وجد كنحاول انني ندخل داك بيض البيض كامل في الخليط، ما كيبانش، يعني يكون لون واحد. وكنخويه في المول اللي يكون مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. بالنسبه اللي عندكم المول العادي، بالنسبه لهاد المول راه ما ديروا لي غير الزبده صافي كافيه. وكندخلها للفران اللي قلت لكم مسخون من قبل، من التحت ومن الفوق. كنطفي الفوق وكنخليه تحت شاعل. بالنسبه للفران ديال الكاس، بالنسبه للفران ديال الضو راه كتخليو شاعل من الفوق ومن التحت. كديروا غير النار تكون 180، بين 180، بين 160، بين 180 عفوا. صافي الكيك ديالنا بعد ما طاب كنخليه يبرد شي شويه، عاد كنحيدو من المول. هانتوما باش كيديموا ليا كيحيد ليا من المول دغيا. وكنقلبوا في شي طبيصيل. ما تخليوش الكيك ديالكم في المول ديالو بزاف باش ما يعرقش ليكم البنات. شفتوا الكيك ديالنا كيجي رطب 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 رطب، كيجي خطير بزاف. والبنه اللي كيعطي داك الجبن راه ما نعاودش ليكم عليها، جا بنين بزاف بزاف وجا خفيف في الماكله ديالو، ما جاش مدقص نهائيا. هانتوما شوفوا الكيك ديالي كيفاش كيمشي وكيجي. فلا عجبتكم الوصفه دائما كنقولها لكم دخلوا اشتركوا في القناه وخليوا لي واحد اللايك وزيد عليق زوين بحالكم. فهنا نقول لكم خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، او وصفه جديده ان شاء الله. هانتوما كيجي الكيك ديالنا كيجي خطير الصراحه، كيجي واعر. والبنه ما نعاودش لكم عليها، راه ديجا قلتها لكم. فبسلامه عليكم.